من زمان في بلاد الهند كان في ست عايشة مع ابنها في قرية صغيرة. الست دي كانت بتشتغل في الفلاحة، كانت كل يوم الصبح تطلع على الأرض تقلع وتزرع، وآخر النهار يدوها شوية حبوب تروح بيها السوق تجيب بيها دقيق وأكل وترجع تاكل هي وابنها. وفي مرة قالت تسأل ابنها لو محتاج حاجة، الولد قال لها أيوة يا ماما، أيوة أنا عايز طبلة، أنا عايز ألعب بالطبلة. الأم كانت عارفة إن هي مش هيبقى معاها فلوس تجيب الطبلة لابنها، بس راحت السوق وزي ما عملت حسابها ما تبقاش معاها فلوس. بس وهي راجعة قالت ما ترجعش بإيديها فاضية، ودورت على حتة خشبة حلوة كده عشان ترجع بيها لابنها. رجعت لابنها وادته الخشبة. الولد في الأول ما كانش عارف يعمل بالخشبة إيه، بس الولد كان قلبه حلو، أخد حتة الخشبة وطلع يلعب بره، وفضل ماشي 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 لغاية ما قابل راجل عجوز قاعد قدام فرن. الفرن عمال يطلع في باب اسود ودخان اسود، والراجل نفسه رايح وعمال يكحكح ومش عارف ياخد نفس ووشه احمر. قرب منه الولد وقال له مالك يا والدي، عايز ايه؟ في حاجه اقدر اساعدك بيها؟ قال له شوف يا ابني، شوف يا ابني، النار مش رده ايد، وانا نفسي اخبز لي رغيف، انا جعان، لو الاقي حته خشبه حلوه كده تولع النار واعرف اخبز. الولد قال له طيب يا والدي اتفضل، انا معايا خشبه مش محتاجها، هي اتفضل اتفضل. الراجل اخد الخشبه وحطها في النار والنار قادت. الراجل انبسط جدا، عشان يشكر الولد اداله حته رغيف. الولد اخد الرغيف ومشي، وهو ماشي سمع صوت طفل عمال يعيط ويعيط ويعيط. لما قرب لقى ان في واحده ست قاعده على الارض على حجرها بنتها مفلوقه من العياط بتبيع فخار. راح لها الولد وسالها في ايه يا امي، بنتك بتعيط ليه؟ قالت له شوف يا ابني، اصل صحينا الصبح ما لقيناش ولا حاجه في البيت ناكلها، وانا لسه واصله ما استفتحتش اهو، ما بعتش حاجه، والبنت جعانه مش عارفه اعمل ايه. الولد من غير ما يفكر ادى الرغيف للبنت الصغيرطوطه اللي اخدته وقعدت بسرعه تاكل من كتر الجوع. الست انبسطت قوي ان بنتها اكلت، وكانت عايزه تشكر الولد، فمدت ايديها اخدت طبق غسيل طشت وادته للولد. الولد اخد الطشت ومشي، وفضل ماشي 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 لغايه ما قابل واحده ست قاعده على الترعه جنبها طبق مكسور وعماله تعيط. راح لها الولد قال لها ايه يا خالتي مالك بتعيطي ليه؟ قالت له شوف يا ابني، طبق الغسيل بتاعي اتكسر، وانا ما عنديش حاجه اغسل فيها الغسيل بتاع الناس، ولو ما غسلتش غسلهم مش هيجيلي قوت يومي النهارده، حظي وحش النهارده خالص. فالولد اداها طبق الغسيل وقال لها اتفضلي يا خالتي انا مش محتاجه. الست ما كانتش مصدقه الصدفه اللي خلتها قابلت حد دلوقتي معاه طبق الغسيل مش محتاجه، وكانت عايزه تشكر الولد، فراحت مدياله جاكيت كانت لسه نشراه ريحه النظافه طالعه منه تهفف. اخد الولد الجاكيت وفضل ماشي 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 لغايه ما وصل عند معديه، وعند المعديه شاف منظر غريب جدا. لقى راجل نص الفوقاني عريان وتحت لابس بنطلون شبه الكلسون وبيترعش من البرد، جسمه كله متحور وبيتقوه من الوجع. الولد قلق وراح للراجل قال له مالك يا والدي، في ايه؟ اروح نديلك حد، انت تعبان؟ فالراجل قال له ولا حاجة يا ابني، أنا كنت رايح المدينة راكب خيلي وطلع عليها شوية حرامية يسرقوني، ولما حاولت أقاوم ضربوني وأخدوا كل اللي معايا حتى هدومي، ما سلمش منهم غير حصاني اللي أول ما شافهم جري ومرجعش غير لما مشوا. الولد كان صعبان عليه الراجل وتعاطف معاه وراح مديله الجاكيت بتاعه عشان يتدفى. الراجل اتأثر قوي بمعروف الطفل الصغير وكان عايز يردله الجميل وما لقاش معاه غير حصان، فأخذ الحصان واداه هدية للولد. الولد ما كانش مصدق إن معاه حصان، أخذ لجامه ومشي وفضل ماشي 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 لغاية ما قابل ناس كده قاعدين تحت شجرة لابسين حلو قوي قوي قوي، لبس حلو شبه لبس الأفراح، بس قاعدين مهمومين وحاطين إيديهم على خدهم كأنهم مستنيين حاجة. حتى الفرقة الموسيقية اللي معاهم حاطين إيدهم على خدهم مستنيين. راح لهم الولد وسألهم في إيه؟ رد عليه راجل وقال له يا ابني دي زفة العريس ابني، ومفروض نزف لعروسته النهارده، واحنا كلنا جاهزين والفرقه الموسيقيه جاهزه وتانيين، بس الراجل بتاع الحصان متاخر علينا جدا، مش عارفين بقى هيجي امتى، وخايفين اهل العروسه يقلقوا ويفتكرونا مش جايين ولا حاجه.
الولد طبعا ما استخسرش الحصان علشان ينقذ بيه الموقف بتاع العريس وأهله، وادالهم الحصان عن طيب 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 خاطر. العريس انبسط، وكل الوشوش اللي كانت حزينة وقلقانة بقت فرحانة ومبتسمة ومستبشرة. كل الناس قامت واستعدت والفرقة الموسيقية استعدت، بس العريس قبل ما يركب حصانه راح للولد قال له نفسك في ايه؟ تتمنى ايه؟ اقدر اعمل لك ايه؟ الولد كانت عينه على حاجة وسط الفرقة الموسيقية، كان شايف طبلة، فقال للعريس أنا نفسي في طبلة، نفسي في طبلة ألعب بيها. طبعا العريس ما تأخرش، راح واتفق مع الفرقة وأخذ منهم الطبلة اداها للولد. أول ما أخذ الولد الطبلة أخذ بعضه وجري على مامته عشان يحكي لها عن الطبلة اللي جابت عيش، جابت طشت، جابت سترة، جابت فرسة، جابت طبلة، نفسي في طبلة هي الطبلة. أما حكاية، أحلى حكاية. ومامته قالت له صدق المثل اللي قال اعمل خير تلاقي خير، كل الخير. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة. أشوفكم المرة الجاية. سلام.